يستحق المنتخب اليمني أن يرفع كأس البطولة. منتخب اليمني وكل تأكيد يعني من خلال مشواره بهذه البطولة 11 هدف في مرماهم 3. اسماء على مستوى خط الهجوم رائعة جدا، عبد الرحمن الخضر ومحمد البرواني وحتى عصام ردمان واحد من الاسماء الجيدة. هنا المنتخب اليمني والفرحة الكبيرة، والكابتن حمزة الصرابي وكأس البطولة، ويرفع الآن للمنتخب اليمني. مبروك لأبناء اليمن، مبروك لناشئة اليمن، مبروك لشعب اليمن، مبروك ل30 مليون يمني، مبروك لكل العرب. هذا التنظيم كذلك الرائع والبطولة الرائعة التي شاهدناها. إذن المنتخب اليمني بطلا لبطولة اتحاد غربي آسيا للناشئين المقامة في السعودية بالنسخة 8، وبالتالي للمرة الأولى طبعا هي بتاريخها، ويظهر بطل جديد. ألف 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 مبروك للمنتخب اليمني الفوز بالبطولة، وهاردك للمنتخب السعودي وباقي المنتخبات التي ودعت البطولة. إذن كنت معكم معلقا لهذه المباراة علي الشمري، وحتى ألقاكم في مباراة